جزاكم الله خير وبارك الله فيك يا اخي شكرا عدنان. جزيلا. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اتصال آخر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. من؟ علي من الكويت، بارك الله فيكم. أهلا بك أستاذ علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أولا جزاك الله خير يا شيخنا شيخ عدنان عرعور، بالله يدرك حقيقة. أنا فقط أسأل الضيف اللي عندكم الشيعي، أقول له هل الكتب التي أتيت بها يا شيخ هل قرأتها؟ أرجو الإجابة فقط. هل قرأت الكتب التي أتيت بها من كتاب صيانة القرآن وغيرها؟ هل قرأتهم؟ نعم شكرا يا أستاذ، هل قرأتهم؟ بس بارك الله فيكم أريد أن أكمل المشاركة. قرأهم أم لا؟ نعم قرأتهم. وكيف آتي بشيء لم أقرأه؟ ممتاز. هل فيها تكفير من قال بالتحريف؟ نعم. هل فيها تكفير من قال بالتحريف؟ حينما نقول أن كل من قال بتحريف الكتاب زيادة ونقصا. هذه الكتب التي أتيت بها 4 كتب أو 5، أتحداك إن وجدت بها تكفير من يقول بالتحريف. نحن ليس نعم أو لا أن نقول أن من الشيعة لم يقول بالتحريف، لا، من الشيعة من لم يقل بالتحريف، لكن نحن نبحث في من قال بالتحريف. نحن نبحث في من قال بالتحريف، وهذه حيدة جميلة منك. أيضا يا أستاذ الكريم، أنا الآن سأسأل سؤال فاصل وأدع التقييم للجمهور جميعا. أنا الآن أسأل الشيخ عدنان العرعور، شيخنا بارك الله فيك، هل تكفر من يقول بالتحريف؟ أجبني الآن بارك الله فيك. لا أكفر من لا يكفره. الله أكبر. أكفر من لا يكفره. يا أستاذ محمود، هل تكفر من يقول بالتحريف؟ شكرا يا أخ علي. هل تكفر من يقول بالتحريف؟ تفضل. رد يا أستاذ محمود. لا أرد. هل تكفر من يقول بالتحريف؟ لا أرد على هذا السفاه وتكفير الناس على عواهنه. نحن نقول كلاما مضبطا لمن يعي. نعم. لمن يعي. نحن نقول أن هذا كتاب الله تعالى. نعم. وكل من لا يعترف بهذا الكتاب من فاتحة الكتاب حتى الناس فهو ليس على ملة الإسلام. طب اللي يعتقد هذا باختصار عن طريق هتتداخل هنلف. هتتداخل هديله وقت زيادة. لا هنقول تاني. هديك وقت زيادة. تفضل. أنا سؤالي، أنت تقول هذا، لماذا أئمة الشيعة قالوا أن التحريف القرآن من ضروريات ومن أساسيات اعتقاد المذهب؟ حينما آتي له بعقائد الإمامية يا أستاذ محمد، يعني هذا الرجل جاء لك بأدلة من أئمة الشيعة يا أستاذ محمد هذا كتاب اسمه إيه؟ حضرتك اقرأه. عقائد الإمامية. وهذا كتاب اسمه إيه؟ قرأتهم. لا اقرأ العنوان مرة أخرى. عفوا يعني، لكن قرأت العنوان. لا اقرأ العنوان مرة أخرى. صيانة القرآن من التحريف. هل يحتاج الأمر إلى بيان أكثر؟ يعني من غير يعني نفسر يعني أنت تعتقد في هذه الكتب أم في كتب الأئمة فقط؟ هو ده سؤالي. هذه الكتب سيدي لم تأتي من الفضاء، لكن اعتمدت يعني على اعتقاد الأستاذ محمود جابر الشيعي المصري في هذه الكتب التي أمامنا بعدم تحريف القرآن، كما هو اعتقاد كل أئمة المذهب. ما هو أئمة المذهب هناك من هو مخالف في هذا كلام كذب عليهم. هذا الكلام كذب عليهم. وهذه روايات منكرة. قلت هذه روايات منكرة ومكذوبة وجمعت للعلم وللدرس ودراسة سندها ودراسة من يفتري على الأئمة. أما هذا الكلام أنا أقول أبو القاسم الموسوي الخوئي. طيب نرد على السؤال لك دقيقتان. طيب. عند اتصال ستكملهما بعد الاتصال. أبو الحسن من العراق، تفضل. ربما سمعت الاسم صحيحا. تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. حياك الله وحيا ضيفينك الشيخ عرعور والاخ محمد، وبارك الله فيكم. نسال الله سبحانه وتعالى يسدد قضاياكم وان يرشدكم الى ما يحب ويرضى. نعم انا عندي كلام الشيخ عرعور. انا شيعي انا مسلم شيعي ومن الطائفه الشيعيه. يا اخي العزيز، نحن قلنا بما قال المفيد رحمه الله، بما قال لا نؤمن بكل روايه صدرت من المفيد او غيره بتحريف القران. نؤمن بالقرآن الذي بين يديك يا شيخ عرعور، وبين يديه هو ما أنزله الله سبحانه وتعالى على الأمين جبرائيل، ولم يكن الأمين جبرائيل كما يقول عين البعض. وأنه هو القرآن الذي نتناقش فيه وحوله. مثلا يا أخي يا شيخ عرعور، هناك عشرات روايات التي موضوعة ولا نؤمن فيها من السنة والشيعة، هذه لأنك على علماء السنة وعلماء الشيعة، لكن احنا نقول بصراحة
هناك جهلاء ويجلكم الله من الشيعة ومن السنة ومن يثيرون الفتنة، فاحنا نتمنى من كلامكم يصب لخدمة المسلمين من السنة والشيعة خاصة في الشهر المبارك. يا أخي العزيز، نحن نشهد بالله لا نؤمن بالقرآن ثاني، القرآن الذي نقرأه هو القرآن الذي بين أيديكم ونكفر بدون من شيء من دونه. المفيد أو من الطوسي أو من أي أحد من دونه. يا أخي العزيز، الشيعة والله يشهد على ما نقول. لماذا يصر الشيخ عرعور بأن لنا قرآن غير هذا؟ سؤالي أخ أبو الحسن، يعني يقول الشيخ عدنان هذا بناء على ما كتبه أئمة الشيعة وعلمائها الكبار حديثا وقديما. ألا تعتقد في أئمتك أنهم قالوا هذا؟ أم أنك تخالف ما قاله الأئمة والعلماء؟ أنا أجيبك على هذا الكلام. وإذا كنت تخالف ما قاله الأئمة والعلماء، من أين تستقي مذهبك ودينك؟ تفضل. أستاذ محمد لم تعد محايدا. لا أنا محايد. هذا السؤال لم تعد ما تقولش على هو ما نقله رواية عن غيره، هذه واحدة. والشيخ المفيد رحمه الله على روحه نقل رواية ما نقلها الشيخ الآية القرآنية التي تشير وتلقى آدم من ربه كلمات. فهو يفسر معنات الكلمات بأنه محمد وعلي والحسن والحسين والزهراء عليهم الصلاة والسلام، لا غيرهم، لا معناتهم هم بالقرآن، لكن تفسير هذه الكلمات هم هؤلاء الأطهار الذين هم خير البشرية، محمد وعلي الأطهار. لا يوجد كلام والله أشهد عليه لا في المفيد ولا في غيره في تحريف القرآن، ونحن نرده من أمتكم. لا يوجد هذا الكلام. شكرا. وصلت الفكرة أخ أبو الحسن. الآية نختلف فيها على المعنى. وصلت الفكرة، وشكرا جزيلا على مداخلتك. معنا إسماعيل من مصر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أذكر بس بمناظرة كانت على قناة المستقلة. نعم. وكان فيها 3 علماء الشيعة، واحد على التليفون اللي هو القراني من إيران، وكان فيه الأسدي والموسوي. نعم. وممكن اللجوء إليها، وكان مطلوب فقط توقيع على وثيقة كلمة سواء أن تكف من يقول بتحريف القرآن. رفض ال3 التوقيع على هذه الوثيقة. فإن كنت هل واحد يعني مثلا أصحاب الكتب المحرفة يدعون عصمتها من التحريف، هل يعقل عن إنسان لا يكفر واحد يكتب كتابا يقول فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب وهو النور الطبرسي، ويتبعونه من كبار الأئمة ويتردون عنه؟ هل يجتمع الكفر والإيمان؟ لا لم يجعل الله لرجل من قلبين في الجوف. لك سؤال يا أستاذ إسماعيل؟ كلمة أخيرة بس، إنه عندما يسأل اليهود ما قولكم في أصحاب موسى يقول خير الناس، ويسأل النصارى من قولكم في أصحاب عيسى خير الناس. نعم. أما الشيعة سئل عن أصحاب محمد قالوا شر الناس. شكرا على هذه المداخلة. شكرا أستاذ إسماعيل. العودة للأستاذ محمود، لك دقيقتان قبل الاتصالات. تفضل. عفوا تفضل. كان لك دقيقتين. كان لي دقيقتين وبعد كده ننتقل للشيخ عدنان ثم نعود. لا أنا لم أتكلم حتى. لا حضرتك أخذت 3 دقائق قبل الاتصال. تفضل. سأعيد مرة أخرى قراءة ما بين يدي للسيد العلامة الأكبر أبو القاسم الموسوي الخوئي، ولمن لا يعلم قدره أنه كان مرجعا أعظم في العراق في النجف الأشهر. وسماحته يقول: المعروف بين المسلمين عدم وقوع التحريف في القرآن، وأن الموجود بين أيدينا هو جميع القرآن المنزل على النبي. وقد صرح بذلك الأعلام من رؤساء والمحدثين الصدوق محمد بن ببويه، وقد عد القول بعدم التحريف من معتقدات الإمامية، ومنهم شيخ الطائفة الطوسي، وصرح بذلك في أول تفسيره التبيان الذي يقول عنه الشيخ، ونقل القول بذلك أيضا عن مشيخة وعلم الهدى السيد المرتضى، واستدلاله على ذلك بأتم دليل، ومنهم المفسر الشهير الطبرسي الذي هذا كتابه، وفي مقدمته تفسير مجمع البيان، ومنهم شيخ الفقهاء الشيخ جعفر في بحثه القرآن من كتابه كشف الغطاء. أقول في النهاية أنا أقول أنني أعتقد الذي قلته، ويعتقد كل الطائفة الذي قلته. الشيخ يقول أننا نقول أن القرآن محرف. المتصل إسماعيل من مصر أستاذ محمود قال أن هناك 3 من مراجع الشيعة على الهواء مباشرة في قناة المستقلة لم يجيبوا عن هذا السؤال. يا أستاذ محمد تفضل. وده سؤال للشيخ: هل الشيعة يصلون وبماذا يقرؤون؟ وإذا كان هم يقولون بتحريف القرآن، فهل من العقل أنهم عندهم قرآن آخر أم يقرؤون كتابا محرفا؟ وإن كانوا يقرؤون كتابا محرفا هو